السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا طيبين دكاترة ومهندسين حبايبي الأزهريين. بص يا سيدي، النهاردة بقى عندنا الباب الرابع اللي هو باب المناعة. من ألذ الأبواب بالنسبة لي، مش عارف بعض الناس عندها مشاكل فيه، وبالنسبة لي ممكن تكون المشكلة تكمن في الاستجابة المناعية الأولى والثانوية والخط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني، مش عارف يفصل بينهم أو يجمع بينهم، والمناعة الخلوية الخلطية. ولكن والله العظيم من ألذ وأسهل الأبواب، يعني ما فيهوش لعب كتير حرفيا يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول عشان ما اطولش عليكم، اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي. انا ليه بحاول اتكلم بسرعه واجري بسرعه واحل حتى واشرح بسرعه، مع اني بحاول اكون وافي يعني عشان وقت حضرتك. انا مش عايز تضيع دقيقه في الماده دي. الماده دي بالنسبه لي تتقفل، مش عشان انا بدرسها بس عشان الماده دي تتقفل فعلا، فاهمني؟ طيب السؤال الاول بيقول ايه؟ قد تتزايد معدلات تكون المواد التاليه بعد الاصابه. والله الجلوكوزيدات موجودة قبل وبعد الإصابة، فلا. الصموغ الصموغ ماشي، الصموغ فعلا. ليه؟ لأن الصموغ مبتكونش موجودة قبل الإصابة ولكن تزداد بعد الإصابة، فهتقول لي ماشي الصموغ ماشي. الفينولات لا، برضو نفس الكلام زي الجلوكوزيدات. التيروزات صح، بس الفكرة طب أنهي جاب الفكرة؟ إن هو هنا قال لك مواد والصموغ مواد، اما التيروزات هي تركيب في النبات مش مادة، فتبقى الاجابة الصحيحة رقم ب الصموغ. 2. تنتقل المركبات تنشيط الحماية والمقاومة في النبات من خلال الأخرى عن طريق إيه؟ المركبات اللي هي بتاعت تنشيط الحماية والمقاومة، المركبات عامة المناعية، تنتقل في النبات عن طريق إيه؟ والله القصيبات، بمقام يعني في الإنسان الأوعية الدموية. غالبا الحته دي اتلغت السنه دي، بس مهم برضو يكون عارفها. طيب رقم 3، اذا تعرض النبات لقطع او جرح عميق. طبعا اول ما تسمع قطع او جرح عميق تقول لي ايه؟ تيلوزات. يصل الاوعيه فان الاستجابه المناعيه تكون بتكوين التيلوزات فعلا رقم د. في كده كلمات مفتاحيه شفتها ما تترددش. من امثله المناعه البيوكيميائيه في النبات تكوين الفينول غلط تركيبيه، انتاج الفينولات حصل بيوكيميائيه، تكوين التيلوزات تركيبية، مناعة تركيبية، ترسيب السموم برضو مناعة تركيبية. رقم 5، يمثل خط الدفاع الثاني في النبات. ايه اللي بيمثل من دول خط الدفاع الثاني؟ البشرة؟ لا مش البشرة، البشرة خط دفاع اول، الادمة برضو خط دفاع اول، انزيمات نزع السمية فعلا ده الخط الدفاع الثاني، الاكسينات ملهاش علاقة، دي هرمونات موجودة في النبات. طيب اللي بعد كده يا سيدي رقم 7، الوعاء الذي ينقل الليمف من العقدة الليمفاوية. والله لو قال لك ينقل الليمف من العقدة الليمفاوية هتقول لي الوعاء الليمفي الصادر، ماشي الصادر. ولو قال لك ينقل الدم من الليمف إلى العقدة الليمفاوية، ينقل ميكروب إلى الليمف، ينقل ميكروب إلى العقدة الليمفاوية، ساعتها تقول لي الوارد. تاني، الوعاء الذي ينقل الليمف من العقدة الليمفاوية ده الصادر، الوعاء الليمفاوي الصادر. لو قال لك ينقل الميكروب الى العقدة الليمفاوية يبقى ده الايه؟ الوارد. تاني، ينقل الليمف اللي هو الدم يعني من العقدة الليمفاوية الصادر. طب ينقل الميكروب الى العقدة الليمفاوية، فرق بين من والى. الى العقدة الليمفاوية ده الوارد. هو بيقول لك هنا من العقدة الليمفاوية، الليمف قصده الدم يعني، يبقى الوعاء الليمفاوي الصادر. طيب 8، يسمى موقع ارتباط الانتيجين على الجسم المضاد الجزء المتغير. دي معلومة ما فيهاش كلام، نرسمه سريعا. ماشي، اهو الجسم المضاد يا سيدي، بوظنا الاجابة دي. تاني، عندك هنا كده قلم مش عارف اتحكم فيه شوية. هنا عندك الايه؟ الجزء المتغير، وهنا الجزء المتغير، وهنا بالنسبه كل ده الجزء الثابت. هنا رابطين كابلتين صغيرين، وهنا رابطه وهنا رابطه. تمام، هنرسمه برضو في الاخر ان شاء الله رسمه كامله واضحه جميله.
طيب رقم 9 ارتباط الأجسام المضادة مع الأنتيجينات الذائبة. الله أكبر، بعض الناس بتتلخبط في طرق عمل الأجسام المضادة. ليه يا عم الحاج؟ أنا هبسطها لك. والله أول ما تشوف كلمة فيروسات يبقى ده تعادل. لازم يجي لك واحدة أو اتنين منهم في الامتحان، لازم، والله العظيم أجزم بذلك. تمام. شفت كلمة ذائبة أو غير ذائبة يعني نغير اللون، هتقول لي الترسيب. طيب بعد كده شفت كلمة اي جي ام تلازن، افضل نوع التلازن اللي هو الالتصاق. وصلت؟ يبقى تاني الفيروسات تعادل، اي جي ام تلازن، ترسيب ذائبة. خلينا في الاي جي ام محفوظة وسهلة وبسيطة، اي جي ام تلازن. حلو. التعادل الاشياء المضادة ترتبط باغلبية الفيروسات، يبقى كلمة الفيروسات تعادل. ترسيب ذائبة وغير ذائبة ومش عارف ايه. تمام. ده في حالة انك مش فاهم الشرح مثلا او بتاع وعايز كلمات مفتاحية، وده مهم جدا على فكرة في المواد اللي محتاجة شوية حفظ زي الاحياء محتاجة حفظ طبعا، معلومات. تمام. يا رب تكون حفظتهم. تاني تعادل يبقى فيروسات، كلمة فيروسات. اي جي ام التلازن. الترسيب بعد كده الترسيب هيبقى كان اسمها ايه؟ الذائبه وغير ذائبه. طيب في عندك التحلل وابطال مفعول السموم، ده لو قال لك متممات هتفهم من سياق الايه؟ هتفهم من التحلل وابطال مفعول السموم، هيذكر حاجه سواء سموم او تحلل، هتفهم من سياق الكلام، مش محتاجه حوار يعني، اما دي محتاجه. طيب يا سيدي امسح الكلام ده. ليه امسحه؟ لانه خلاص المفروض يبقى ببالك، المفروض ما تنساهوش. كل شويه نمسح الغلبانه دي. طيب رقم 10 تتحول الخلايا الليمفاوية الجذعية اللي هي البائية يعني إلى خلايا ليمفاوية اللي هي البائية، قصده البائية. ايه ده؟ البائية، انا غيرت اللون صح؟ كان بنفسجي يا عم، لا انا عايز اللون بتاعي بس. ماشي. الى داخل ايه؟ هو بيقول لك تتحول الخلايا الليمفاوية الجذعية الى خلايا ليمفاوية داخل ايه؟ هو هنا قصده تنضج ولا تتميز؟ لا قصده تتميز، او هي تنضج هي تتميز، يعني قصده تتكون ولا تنضج وتتميز؟ تتكون تبقى في نخاع العظام الاحمر، تنضج وتتميز يبقى فين؟ صح يا معلم، الغدة التيموسية. طب يا سيدي 11 الخلايا الذاكرة البائية والخلايا الذاكرة التائية. سؤال حلو. الخلايا الذاكرة البائية والخلايا الذاكرة التائية تتكون أثناء الاستجابة المناعية الكام؟ الأولى فقط أو الأولية فقط ولا الثانوية فقط ولا الاتنين مع بعض؟ طبعا أنت هتشوف الذاكرة البائية وخلايا الذاكرة التائية هتجري على الاستجابة المناعية الثانوية. صح. ليه؟ لأن حضرتك معتقد إن ده في الآخر، دي آخر مرحلة، بس هو فعلا آخر مرحلة في الخطوط، ده الخط الدفاعي الثالث. لكن هل ده استجابة مناعية ثانوية؟ غلط. ليه؟ نقول لك ايه؟ خلايا الذاكرة البائية والتائية تتكون في الاستجابة المناعية الأولية، لكن تنشط بقى وتبدأ تشتغل في الاستجابة المناعية الثانوية. يبقى فرق بين فكرة الخط الكامل اللي هو الثالث دلوقتي في الاستجابات المناعية عامة، دي اللي هي الذاكرة، هي الخلايا الذاكرة، وبين ان الاستجابة المناعية الاولية بيحصل تكون للخلايا الذاكرة البائية والتائية وتنشط، دي الثانوية. بالفرق بين كلمة تتكون وبعد كده تنشط في الثانوية، تتكون في الاولية، سواء الذاكرة البائية او التائية. ماشي يا عم الحاج؟ ماشي. يبقى طب جاوب انت السؤال بقى. يبقى خلايا الذاكرة البائية او خلايا الذاكرة تتكون في الاستجابة المناعية الاولية ولا الثانوية؟ لا، تتكون في الاولية فقط. فهمتني؟ دي الاسئله فعلا موضوع امتحانات. طيب تنشط اليتي المناعه الخلطيه والخلويه عن طريق ايه؟ والله ما فيش غيرها، التائيه المساعده، مفيش كلام يعني. والله التائيه المساعده بعد كده بتحول التائيه النشطه، فبتفرز انترليوكينات في الخلطيه وسيتوكينات في الخلويه.
بس يا سيدي. طيب رقم 13، الخلايا المناعية التي تحت السؤال ده برضو غالبا مش موجود في الكتاب السنة دي. CD8 على سطحها الخلايا ايه؟ والله CD4 ده موجود على التائية المساعدة، والباقي عليه CD8، يبقى TS و TC هم اللي عليهم CD8. طب يا سيدي رقم 14، سلسلة من الوسائل الدفاعية التخصصية التي تقاوم الكائن المسبب للمرض. والله التخصصية يبقى هو بيتكلم عن الاستجابة المناعية. الاستجابة المناعية تخصصية، الاستجابة المناعية تخصصية، أما الباقي ده غير تخصصي. الاستجابة الالتهاب غير تخصصي، غير تخصصي، غير تخصصي، فاهمني؟ طيب بعد كده بيقول لك يعتبر العرق مميتا لمعظم الميكروبات بسبب الريحة. ابتهات لا. طيب يعتبر العرق مميتا لمعظم الميكروبات بسبب ايه؟ بسبب الصملاق، لا ده في الودان. الملوحة حصل العرق بسبب الخاصية الاسموزية وتركيز الأملاح بيبقى مالح جدا يعني. حمض الجسيل لا، المخاط لا، ده في المعدة وده في الغشاء اللي هو غشاء المخاط المبطن ده. طيب يحدث الأوعية الدموية في منطقة الالتهاب، يحدث الأوعية الدموية في منطقة الالتهاب أما بنفرز مادة الهستامين. الهستامين بتعمل على إيه؟ تمدد ونفاذية، تمدد ونفاذية. طيب يفرز بروتين السيتوكاينين من خلايا، والله TS المساعدة ولا النشطة؟ أكيد مش دول، استنى يا ابني. ماشي، TH المساعدة بعد ما تتميز أو تنضج كده الى خلايا TH نشطة بتفرز فعلا السيتوكاينين. بس كده لا، بتفرز السيتوكاينين والانترليوكاينين. الانترليوكاينين عشان المناعة الخلطية، والسيتوكاينين عشان المناعة الخلوية. كل مما يلي من خط الدفاع الثالث مع ده رقم 19. رقم ايه؟ 19. ما عدا كل ما يلي من خط الدفاع الثالث ما عدا الخلايا البائية. ايوه خلايا بائيه ذاكره، وخلايا تائيه ذاكره، وخط MHC البروتين التوافق النسيجي. ايوه من خط الدفاع الثالث. اخر حاجه حمض ال HCl. لا يا معلم، حمض ال HCl ده خط دفاع اول. طيب 20، الخلايا المسؤوله عن الاستجابه المناعيه الثانويه هي خلايا مسؤوله عن ايه؟ عن الاستجابه المناعيه الثانويه هي الخلايا البائية بس لا، الخلايا التائية لا، الخلايا الذاكرة. يبقى الخلايا المناعية الثانوية، الخلايا المسؤولة عن الاستجابة المناعية الثانوية هي الخلايا الذاكرة. بعد كده يا سيدي صوب ما تحته خط. رقم 1 يخرب بيت كده. رقم 1، الأدمة في النبات تمثل المناعة التركيبية مش البيوكيميائية، التركيبية. اتنين، يبطل الكبد السم في جسم الإنسان مثل ايه في النباتات؟ الجلوكوزيدات. الانترفيرونات تعمل كأداة اتصال وربط بين خلايا الجهاز المناعي. الانترفيرونات تعمل، لا ده الانترليوكاينات اللي بيعمل كأداة اتصال. انترليوكاينات. بعد كده تنضج الخلايا الليمفاوية الجذعية في العقد الليمفاوية. لحظة واحدة نعدله لنا، خلي اللون ده لذيذ. ماشي، تنضج الخلايا الليمفاوية الجذعية في العقد الليمفاوية. لا احنا قلنا الجذعية تنضج في الغدة التيموسية. ترقيق. طيب 5، تقوم الخلايا ال NK ناتشورال كير بتكوين بروتينات الليمفوكاينات. لا دي الخلايا الكابحة المثبطة اللي هي TS تقوم بإفراز
كائنات. 6 تمثل الخلايا البائية من الخلايا الليمفاوية نسبة حوالي كام في المية؟ والله من 10، دي 10 بالانجليزي يعني، إلى 15%، من 10 ل 15%، ده بالنسبة للخلايا الليمفاوية. أما بالنسبة لخلايا الدم البيضاء هتبقى من 20 لكام؟ ل30. رقم 7 السيتوكاينات بروتين صنع الثقوب، مهم أوي المسألة دي. ده البيرفورين، البيرفورين. طيب، يوجد مستقبل CD8 على الخلايا التائية المساعدة. السؤال ده زي ما قلنا مش عليكم يعني، بس التائية المساعدة فيها CD4. يبدأ خط الدفاع الثاني في الإنسان بالاستجابة المناعية، غلط، بالاستجابة بالالتهاب. احنا بدأنا تسجيل صح؟ خايف يكون مبدأناش. الحمد لله ماشي. الخلايا البائية عالية التخصص تستجيب لنوعين من الانتيجينات. لا، عالية التخصص تستجيب لنوع واحد بس. طيب، ده بالنسبة للصواب. أما المصطلح العلمي رقم 1 بيقول لنا ايه؟ جلوبيولينات مناعية تظهر على شكل حرف واي بدون ما نكمل تشرب الدم. الأجسام الايه؟ المضادة. أجسام المضادة. خلايا دم بيضاء غير محببة السيتوبلازم تتحول إلى خلايا بلعمية عند الحاجة. سؤال مهم وجه السنة اللي فاتت واللي قبلها. وحيدة النواة. اللي هي كانت من ضمن الخلايا الأخرى، اللي هي مش الخلايا الليمفاوية، الخلايا الأخرى، فاهم؟ مش تائية ولا بائية ولا شوكر، دي خلايا دم بيضاء أخرى. خلايا مسؤولة عن رفض الأعضاء المزروعة برضو، لا ده السيتوتوكسيك، التي سي مش التي اس. فرق، تي اس كابحة، تي سي سامة. بروتينات تفرزها الخلايا الليمفاوية التائية المثبطة لكبت الاستجابة المناعية أو كبح الاستجابة المناعية أو تثبيط الاستجابة المناعية، ده الليمفوكاينات. طيب، رقم 5 مجموعة الوسائل الدفاعية الغير متخصصة التي تحمي الجسم. قال لك غير متخصصة، تقول لي مناعة تركيبية. طيب، حبيبات رقم 6 حبيبات تزيد من نفاذية الأوعية الدموية بمنطقة الجرح. احنا قلنا ايه اللي بيزيد نفاذية الأوعية الدموية؟ قلنا الهستامين. طيب، رقم 7 عضو ليمفاوي ينتج جميع الخلايا الليمفاوية. نخاع العظام الأحمر بدون تفكير، نخاع العظام الأحمريق. طيب، أفضل طرق عمل الأجسام المضادة قلت لك فوق. انت عندك تعادل، فيروسات، تلازن، IgM، ترسيب، زائبة وغير زائبة، متممات، تحلل وابطال، مفعول السموم. دول 5 طرق اللي معانا. افضل الطرق بقى قلنا التلازن اللي هو الالتصاق اللي هو الIgM، تلازن اللي هو الايه؟ IgM. رقم 9 قالك تمثل عوامل جذب الخلايا البلعمية المتحركة مع الدم. تمثل عوامل جذب أول ما تشوفها تقول لك كيموكاينات. كيموكاينات اسم جميل أوي. عقد صغيرة، أول ما أشوف عقد صغيرة كم هي؟ بقع باير من الخلايا الليمفاوية تتجمع على شكل لطعة أو بقعة. أول ما أشوف الكلام ده تبقى بقع باير. بالله عليك ما ينفعش تنقص درجة واحدة في المصطلح، اصلك مش هتقفل المصطلح، هتقفل في ايه؟ في ايه يا حضرة؟ في علل؟ لا، فمعلش لازم تقفل ده. عشان كده حتى كترت لك، ملخصتش قوي في المصطلحات يعني. اول ما تشوف كلمه تدرك في رقم 11 تدرك يعني المستقبلات. حتى هقول لك تدرك بعد كده تنشط. تدرك ايه؟ تدرك وجود مسبب المرض وتنشط او تنشيط المناعه النباتيه الفطريه المكتسبه. دي المستقبلات. التخلص من النسيج للحساسيه المفرطه. حساسيه مفرطة. حف ايه؟ حس النبات رقم 13 على مقاومة الأمراض النباتية. حس يبقى المناعة البايو كيميائية. رقم 14 ايه ده؟ ايه الجملة دي؟ خلينا نكمل في الخلايا بالعومية ايه دي؟
كبيرة يقوم بإفراز إنزيمات تعمل على تفكك الكائن الممرض. إيه اللي موجود في الخلايا الكبيرة البلعومية بيقوم بإفراز إنزيمات تعمل على تفتيت الكائن الممرض؟ الريبوسوم يا معلم، الريبوسوم. في إنزيمات فعلا بتعمل تفتيت أو تفكك الكائن الإيه الممرض. 15 أحد وسائل خط الدفاع الثاني في النبات تعمل على غلق النقر، التيلوزات. وفاكر انت لما رسمنا وعملنا الحاجات وكان بيتمدد من خلال منشورية سن على كده يكبر فيقفل، وده ما بيحصلش الا ايه؟ حصل قطع او جرح عميق في الايه؟ في النبات. طيب رابعا، على ما ياتي يطلق على بعض اجزاء اعضاء الجهاز المناعي الاعضاء الليمفاويه. المساحه دي مش هتكفي فنحاول ايه؟ نحاول تفهمني وانا بقى بتكلم يعني. تاني السؤال بيقول لك يطلق على بعض اجزاء اعضاء الجهاز المناعي الاعضاء الليمفاويه. ليه بيطلق عليها الاعضاء الليمفاويه؟ هتقول لي لان الاعضاء دي او حيث تقوم بتصنيع ونضج وتمايز وتخزين الخلايا الليمفاويه. تمام. رقم 2، تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة سيتوكينات في المناعة الخلوية. ليه؟ والله السيتوكينات دي يا سيدي حيث تعمل على جذب الخلايا البلعمية الكبيرة لمكان الإصابة. مش بس كده يبقى جذب، مش بس كده، تعمل على تنشيط. كلمات مفتاحية: جذب وتنشيط. سيتوكينات جذب وتنشيط. جذب ايه؟ جذب الخلايا البلعمية الكبيرة نحو الإصابة ونحو موقع الإصابة. تنشيط ايه؟ تنشيط الخلايا البائية والتائية والNK اللي هي ناتشورال كيلر، خلايا قاتلة الطبيعية. طيب رقم 3، فعلل تزييد أعداد الخلايا التائية المثبطة بعد القضاء على الميكروبات. التائية المثبطة بتزيد ليه؟ قالك حيث تنظم الاستجابة المناعية للحد المطلوب. مش بس كده، بتفرز حاجة اسمها الليمفوكينات اللي بتوقف عمل الخلايا الليمفاوية اللي هي البائية والتائية. فهمتني؟ يبقى ليه تزداد بعد القضاء على الميكروبات؟ لان خلاص مش محتاجين الخلايا التائية والبائية في حاجة، فاما يتم القضاء عليها يا اما تخزينها. اللي بيعمل كده الليمفوكينات اللي مين بيفرزها؟ التائية المثبطة دي. فما بتزيد تزود الليمفوكينات اللي يوقف الليلة دي حضرتك. طيب رقم 4، لا تظهر أعراض المرض في الاستجابة المناعية الثانوية. لأن الجسم خلاص بيكون كون خلايا الذاكرة أثناء الاستجابة الأولية، صح؟ وبيخزن معلومات عن الأنتيجين عشان بعد كده يهاجموا عند الإصابة الثانية. في المناعة الأولية بيظهر أعراض المرض لأن الجسم مش عارفه، لكن في المناعة الثانوية بيبقى خلاص كون ذاكرة مناعية في الاستجابة المناعية الأولى. هو خلاص كون، فاول ما الجسم المضاد بيخش الجسم الاستجابه المناعيه على طول بتقضي الثانويه، على طول بتقضي عليه الخلايا الذاكره البائيه والتائيه بتقضي عليه بدون ظهور اعراض المرض. 5، يلعب الطحال دورا هاما في مناعه الجسم. ليه؟ هتقول لانه يحتوي على خلايا بلعوميه كبيره بتعمل ايه؟ بتلتقط الاجسام الغريبه مثل كرات الدم الحمراء قلنا الهرمه والمسنه وتعمل على تفتيتها اللي هو إعادة تدويرها يعني. 6، تتعدد أنواع الأجسام المضادة. والله تقول لي لأن لكل نوع من الأجسام المضادة وظيفة، ماشي، تتناسب مع نوع وطبيعة مولد الضد اللي هو المستضد يعني أو مسبب المرض، وكمان بسبب اللي هو الجزء المتغير. عشان كده عندنا أنواع كتير من الأجسام المضادة. طيب يا سيدي، ماذا يحدث؟ 5، ماذا يحدث إذا أو ما النتائج المترتبة على زوري تعبني بالكلام والله. طيب ركز معايا بالله عليك أسئلة مهمة بجد يعني وتستاهل يعني. وصول الانترفيريون إلى خلية سليمة. والله لو وصل إلى خلية سليمة مش هيحصل أي حاجة، لن يحدث أي شيء، اكتب له كده. لكن لو كان قال لك خلية مصابة هتقول لي يخلي الخلية نقولها ازاي؟ ينبه الخلية السليمة أن تمنع استنساخ الحمض النووي للفيروس. تمام. رقم 2، غياب الجزء المتغير في الجسم المضاد. مش هيحصل ارتباط بالانتيجين، لن يحدث ارتباط بالانتيجين وبالتالي لن يتم التعرف على الميكروب.
3 تتحول لا تحرر. 4 تتحرر. 3 تنشيط الخلايا التائية المساعدة. تنشيط الخلايا التائية المساعدة. أما بننشط الخلايا التائية المساعدة بتبقى خلايا تائية نشطة. بتبقى خلايا تائية نشطة. والخلايا التائية النشطة بتفرز السيتوكاينات. السيتوكاينات. ومش بس كده، ده بتكون كمان خلايا تائية ذاكرة. رقم 4 تحرر السيتوكاينات من الخلايا التائية النشطة. ما احنا قلنا السيتوكاينات بتعمل ايه؟ والله السيتوكاينات بتعمل على حاجتين: جذب، مركز لك عليها اهي لانها تيجي جذب وتنشيط. جذب ايه؟ جذب الخلايا البلعومية الكبيرة نحو موقع الإصابة. تنشيط ايه؟ والله قلنا تنشيط الخلايا البلعومية وتنشيط البائية والتائية والإنكية نشر الكرة القاتلة الطبيعية. بس أي بالتالي يعني تنشط المناعة الخلوية والخلطية. طيب سادسا يا سيدي استخرج الكلمة الشاذة. حاضر. نخاع العظام الأحمر، خلايا بلعومية، اللوزتان، بقع بايرة. لو خدت بالك هتلاقي إن كل دول من الأعضاء الليمفاوي، الجهاز الليمفاوي، ما عدا الخلايا البلعومية. يبقى هتقول له كده. طيب رقم 2 بيقول لك التيلوزات، الفيلين، فينولات، الصموغ. التيلوزات كل دول مناعة تركيبية ما عدا الفينولات مناعة بايوكيميائية. فينولات مناعة بايوكيميائية. الدخان مواد كيميائية، مخلفات المصانع، الفطريات والفطريات المختلفة لأنها مسببات موت، أما الباقي مسببات مرض. كانافينين، سيفالوسبرين، فينولات، فيلين. فيلين طبعا مختلف لأن كل دول مناعة بايوكيميائية، أما الفيلين مناعة تركيبية. الصملاخ، الدموع، الالتهاب، الجلد. الالتهاب استجابة مناعية، لا خط دفاع ثاني. خط دفاع ثاني. خط دفاع ثاني. اما الصملاخ والدموع والجلد خط دفاع اول. الجلوكيزيدات، السيتوكينات، الليمفوكينات، الانترليوكينات، كل دول لحظه واحده. السيتوكينات والليمفوكينات والانترليوكينات دي استجابه، ده خط دفاع ثالث. خط دفاع ثالث. اما الجلوكيزيدات خط دفاع ثاني. طيب يا سيدي سابعا التركيب. اوضح بالرسم. حاضر يا سيدي. احنا علينا لمصر. بص يا عم، ان شاء الله باذن الله يجيلك حاجه من دول، وغالبا تركيب العقده الليمفاويه برشحها قوي لانها بقى لها فتره ما جاتش. باذن الله هتيجي السنه دي. باذن الله هتيجي السنه دي. ليه؟ لان بقى لها فتره ما جاتش، ودي من الرسومات اللي هي مش سهله على الطالب وفي نفس الوقت هي سهله تركيبيا، يعني فاهمني؟ سهل يتعلمها، فاهمني؟ فان شاء الله تيجي السنه دي. ركز وارسمها كويس قوي. بسم الله. بص يا سيدي، اتعلم ترسمها ازاي. انا مش هتكلم، يعني اتعلم معايا ترسمها ازاي. طيب يا سيدي، لا لحظة، خلي ده كده. بعد كده نرسم الجيب كله. تعالى يا عم، واحدة واحدة بقى. ايه اللي حصل؟ طيب بعد كده بالاحمريقة انت بقى يعني ما عندكش الالوان دي في الامتحان؟ اخرك اسود ازرق. من هنا قاعد بتدلع طبعا. براحتي يا عم، خلصت ثانوية يعني. الله، شخبط بقى شخبيط كده.
المفروض تبقى اكبر سنة بصراحة، مش مضحكش عليك يعني. طب يا سيدي بعد كده ايه، عندك حاجة اسمها الجيب، جيب المحفظة ده. طيب تعالى بقى نشوف البيانات. سريعا البيانات، والله شريان نغير. طيب شريان، وريد، ده بقى اهم حاجة، وعاء لمفاوي، صادر، يعني اللي فوق صادر واللي تحت وارد، وعاء لمفاوي وارد. طيب دي ايه؟ دي المحفظة، محفظة. دي ايه؟ دي جيوب ممتلئة. بس مظنش عندنا حاجة تانية، موضوع بسيط يعني. نقط هنا كده بس يا سيدي. تعالى على الرقم 2، الجسم المضاد، واحدة واحدة. عندك هنا بتاع سيستانس فلوتين، وهنا نفس الكلام، ايه سلسلة ايه قصير. بس يا عم هترسم لي هنا رابط ثنائية كبريتيدية، وهنا رابطة ثنائية كبريتيدية. هنا تعالى نسميهم بقى. هنا مواقع الارتباط دي، موقع الارتباط الانتيجين، موقع ارتباط الانتيجين. وهنا الموقع كله الموقع المتغير او جسم المتغير. وهنا رابط لا سلسلتان قصيرتان خفيفتان. وهنا سلسلتان ثقيلتان طويلتان. وهنا رابط ثنائية كبريتيدية. بس يا سيدي، اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هنكمل بإذن الله على طول، هرتاح 5 دقايق بس، هشرب حاجة بتاع ونكمل بإذن الله على طول التكاثر. حبايب قلبي نخش على باب التكاثر. على فكرة أنا عارف إن باب التكاثر فيه معلومات كتير، أيوة فيه حوارات كتير، أيوة، لكن ده مش الباب الصعب اللي تخاف منه كده. فيه كام تفصيلة وكام معلومة فيها تفصيل شوية، فافهمها واحفظها بس. لكن تعقيد وتحسسني وتحسس نفسك ان الموضوع صعب، دي مشكلة. كده كده العقل لما بيشوف حاجة جديدة عليه أو معلومات كتير مرة واحدة يحس يا نهار أبيض الموضوع صعب أوي. زي ما كده ما حصل معاك في الفيزياء في قانون أوم، أول ما شفت الأي والكيو إيه الكلام ده، بعد شهر بقى بالنسبة لك ده هتفهم مسألة، فاهمني؟ فما تقلقش يعني، بس عيد الباب كذا مرة، حل عليه كذا مرة، راجعه كذا مرة، وهيبقى بإذن الله في جيبك يعني. وهو والبيولوجيا هما أكتر بيبان عليهم درجات. ركز معايا يا سيدي. السؤال الأول بيقول إيه؟
اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين. رقم 1 بيقول لك إذا كان عدد الكروموسومات في جناح ملكة نحل العسل 32 كروموسوم. مش احنا قلنا في الشرح يعني إن ملكة نحل العسل والشغالة فيها 2 نون، يبقى عدد الصبغات كام؟ 32 كروموسوم. فإن عدد الكروموسومات لمين؟ لجناح الشغالة، يبقى 32 برضه. لكن لو كان قال لك جناح الذكر يبقى كنا قلنا له كام؟ كنا قلنا له لا 16. تمام؟ لأن الذكر 1 نون بس. طيب رقم 2 يختلف البرعم في الهيدرا عن الأم في إيه؟ المجموعة الصبغية لا ما حصلش نفس المجموعة الصبغية. عدد الصبغات في كل خلية غلط. طيب الحجم أيوه حصل. الهيدرا بتبقى بالشكل ده كده مثلا، وبيطلع لها البرعم بالشكل ده. فإذا الفرق إن دي الحجم دي حجم البرعم الناتج الجديد أقل حجما من اللي هو الأصل أو الأم يعني. يبقى الإجابة الصحيحة هنا هتبقى الحجم. طب يا سيدي اللي بعده رقم 3 بيقول لك التوالد البكري يحدث بواسطة إيه؟ بويضة مخصبة. بالعكس احنا عايزين إن التوالد البكري بيحدث بمشيج مؤنث بدون الاحتياج إلى مشيج مذكر. مشيج مذكر لا احنا عايزين مشيج مؤنث. أيوه مشيج مؤنث. طيب بعد كده رقم 4 بيقول لك يتكاثر بالتجدد ايه؟ الضفدع؟ لا والله الضفدع كان يقتصر على ايه؟ استعاضة بعض الأعضاء، يبقى مش الضفدع. الجمبري نفس الكلام. السلحفاة لا. البلاناريا دودة البلاناريا. طيب رقم 5 يختلف ذكر نحل العسل في عدد الكروموسومات. بالله عليك ركز فيها. حتة نحل العسل وحشرة المن ركز في الموضوع بسيط خالص. احنا قلنا ذكر نحل العسل 1 نون، الشغالة والملكة 2 نون بس يا سيدي. يختلف ذكر نحل العسل في عدد الكروموسومات عن الشغالة حصل، لأن الشغالة 2 نون وهو 1 نون زي ما قلنا. بويضة 1 نون، الحمامة 1 نون، الأمشاج 1 نون. فهمتني؟ بقول لك يختلف. طيب رقم 6 يا سيدي إذا لم يتم إخصاب البويضة يزداد إنماء بطانة الرحم. ده بقول لك لم يتم يعني فيه ما حصلش إخصاب البويضة. ازداد لا غلط، يقل. التحلل مشيمة لا ملهاش علاقة دلوقتي. يقل إنماء بطانة الرحم نعم. طيب 7 يتم إكسار نبات الطباق. والله دي معلومة أنت مش محتاجة حوارات. احنا ذكرنا نبات الطباق فين؟ في زراعة الأنسجة. بنكون نبات الطباق عن طريق زراعة الأنسجة. طيب رقم 8 من الكائنات التي تتكاثر بالتبرعم الهيدرا والخمير. الهيدرا والخمير دول بيتكاثروا بالايه؟ بالتبرعم. طيب ابسط انواع التكاثر يعرف بايه؟ ابسط انواع التكاثر يبقى اكيد تكاثر لا جنسي، الالكترون تكاثر جنسي، الاخصاب تكاثر جنسي. طيب يبقى انت عندك الجراثيم والاشتار الثنائي. ايه الابسط فيهم؟ لا طبعا الاشتار الثنائي. طيب رقم 10 في نهاية مرحلة التضاعف خليك معايا في اخر الفيديو هعمل لك حاجة بسيطة كده لحشرة المن وذكر نحل العسل بشكل بسيط كده، هتحفظهم بيها بإذن الله وما تتلخبطش فيهم تاني يعني. في نهاية مرحلة التضاعف عند تكوين الحيوانات المنوية تكون عدد كبير من الخلايا تسمى. في نهاية مرحلة التضاعف واحد يروح يقول لك طلاع منوية. يا عم لا يا عم، ده لو كان قال لك في مرحلة التشكل النهائي، لكن هو قال لك في مرحلة التضاعف اللي هي الأولى. المرحلة الأولى احنا عندنا تضاعف نمو نضج تشكل نهائي. بيقول لك في المرحلة الأولى خالص التضاعف عند تكوين حيوانات منوية تكون عدد كبير من خلايا أمهات المني. أمهات المني. ومرحلة التضاعف في اللي هي البويضات نفس كلام أمهات البيض. ده في حالة مرحلة التضاعف. لو كان قال لك التشكل النهائي كنت تقول له ماشي طلع منوي. حلو يا سيدي حلو. طب اللي بعد الله يوفقك يا رب يا رب. الله يوفقك يا رب. طيب رقم 11 بيقول لك كل العبارات التالية صحيحة ما عدا
كله صح ما عدا الجمبري يتكاثر بالتجدد. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده بقى؟ لا طبعا. الجمبري يتكاثر بالأمشاج عادي، ماشي، مفيش الكلام ده. الجمبري لا يتكاثر بالتجدد. طيب الهيدرا لها قدرة تورم طبعا، الهيدرا بالهي. نبات طباق 2 نون طبعا. أم سلمان تتكاثر بالأمشاج طبعا. طيب رقم 12، ما الطور؟ أنا زودت لك أسئلة شوية في التكاثر. ما الطور المعدي للإنسان لأنه كبير؟ ما الطور المعدي للإنسان؟ المعدي للإنسان السبيروزيتات، في بلادين المرض السبيروزيتات. طيب رقم 13، ما صورة التكاثر الجنسي في السبايروجيرا؟ والله السبايروجيرا تتكاثر جنسيا بالاقتران، اقتران سلمي واقتران جانبي. اقتران سلمي في حالة ان في خيطين سبايروجيرا، واقتران جانبي لما يكون في حالة خيط واحد بس. حيوان يتكاثر جنسيا ولا جنسيا؟ والله عندك السبايروجيرا. طيب الاسفنج هو بيبقى صح، بس الاسفنج فعلا بيتكاثر جنسيا ولا جنسيا، بس في الظروف غير مناسبة كذا حاجة يعني. فهي السبايروجيرا الإجابة اللي صح وكانت هي الموجودة في الإجابات يعني، لأن الأسئلة اللي أنا بجيبها من الامتحانات أصلا. فهل وارد الامتحانات يبقى امتحانات سابقة يعني وارد يبقى فيها أخطاء؟ طبعا، فمش هنعتبره خطأ يعني. نكمل. 15، كل مما يأتي من مميزات التكاثر اللاجنسي. اللاجنسي مع، خلينا واحدة واحدة عشان بنتلخبط مع عدد دي. طيب الأفراد الجديدة من نفس نوع الآباء في التكاثر الجنسي حصل. إنتاج عدد كبير من الأفراد في التكاثر اللاجنسي حصل. إنتاج أفراد في وقت قصير في التكاثر اللاجنسي حصل. الأجيال الجديدة قادرة على مقاومة ظروف البيئة في التكاثر اللاجنسي ما حصلش. لا، مفيش تكيف. يبقى الأجيال الجديدة قادرة على مقاومة ظروف البيئة غلط، ده في التكاثر الجنسي. فدي الإجابة الصحيحة لأنه بيقول لك ما عدا. بعد كده رقم 16 بيقول لك بنهاية المرحلة الأولى من تكوين الجنين. رقم أ بيقول لك يكتمل نمو المخ والجهاز العصبي للجنين، والعظيم ما حصل. المرحلة الثانية يستعمل الجنين الأتي في التنفس في المرحلة الأولى. يا راجل يا محترم، ما حصلش. جميع أعضاء الجسم أصبحت مكتملة إزاي في المرحلة الأولى؟ يا راجل يا محترم، لأ، ليس مما سبق صحيح، ليس أي مما سبق صحيح. هو بيبدأ يكون، بيبدأ تكوين، مش بيكتمل وجميع لا، مفيش الكلام ده. القطعة الوسطى بالحيوان المنوي، القطعة الوسطى ميتوكوندريا معروفة، تحتوي على سنتريولان. والله لا، ما حصلش، ده القمع، يبقى غلط. تحتوي على غذاء مخزن، ما حصلش. تحتوي ميتوكوندريا تكسب الحيوان الطاقة اللازمة للحركة، حصل. تساعد على حركة الحيوان المنوي، حصل. بس هنا بقى ركز بقى، في إجابة صح وفي إجابة أصح. تساعد على حركة الحيوان المنوي، لو كان جابها وما كانش جاب الميتوكوندريا بالتفصيل والكلام ده كله كنا كتبنا تساعد على حركة الحيوان المنوي طبعا، لأن فيها ميتوكوندريا اللي بتساعد على حركة الحيوان المنوي عن طريق الصوت أو الزيت. لكن هو هنا في رقم دي بتفصلها لك، فأنت ما ينفعش تسيب الإجابة الأصح وتختار إجابة صح، يبقى دي الإجابة الأصح. وعلى فكرة للأسف بعض الأسئلة اللي تيجي بقت كده فعلا، هو يحط لك إجابتين وأنت بقى تقعد يا نهار أبيض ده حاطط إجابتين صح ومش عارف إيه والسؤال فيه غلط، وتكلم وزير الداخلية والحاجات دي. فلا يعني خليك واعي. طيب إذا كان أقصى عدد ينتج من الأنوية الذكرية في حبوب اللقاح يساوي 320، فإن عدد الخلايا الجرثومية الناتجة من منتج زهرة يساوي. والله هتقسم، لو طالما قال لك حبوب لقاح من أنوية ذكرية وبعد كده قال لك عايز عدد الخلايا الجرثومية هتقسم على 2. ماشي، لو عايز عدد الخلايا الجرثومية دايما بتقسم على 2. في الحالة دي بالذات حبوب اللقاح والأنوية الذكرية ب 320 على الاتنين فيها 160. طيب رقم 19، أي من التالي يبين التتابع الصحيح للزيادة في إفراز كل هرمون من هرمونات التالية من بداية الطمس. والله أول حاجة عايزين نكون حواسير الجراف ب FSH، بعد كده نمو حواسير الجراف، بعد كده صح. يبقى أول حاجة خلينا بس ندور على FSH أهي صح.
يبقى مش دي ومش دي. تعال نشوف التتابعات دي من غير ما نوجع دماغنا. FSH بعدين بروجسترون، لا ما حصلش. الاستروجين الاول، FSH بعدين استروجين، بعد كده ال LH، بعد كده البروجسترون اما يتفرز من الجسم الاصفر محترم يبقى رقم د. LH تكوين الجسم الاصفر، بروجسترون اللي هو الهرمون اللي بيتفرز من الجسم الاصفر. اللي بعده 20. يحدث التكاثر الجنسي في دورة حياة البلازموديوم فيه. التكاثر الجنسي، بيتكلم عن التكاثر الجنسي في الدورة اللي هي احنا عندنا جزء على اللي هو اليمين وجزء على الشمال. في الجزء اللي على الشمال بيحصل تكاثر جنسي وانسيريديا وارشيجونيا ومش عارف تورماشيجي والكلام ده كله في معدة البعوضة. القلب دي غلط، في معدة الايه؟ البعوض. طيب 21. الوحدة الوظيفية الهرمونية. الوحدة الوظيفية الهرمونية للخصية، والله هتقول الخلايا البينية. طيب لا يحدث التبويض بالضاد في أنثى الإنسان عند استعمال الإقراص. الإقراص اللي هي عبارة عن FSH أصلا دي بتمنع 24. فكرة التوقعات في الأحياء، واحنا إن شاء الله هيجي كده أسئلة من دي، ولكن وارد جدا يجي لك نفس السؤال بالظبط، يعني نفس الفكرة بالظبط بتغيير كام حاجة، فاهم؟ يعني احنا اتكلمنا مثلا على ذكر نحل العسل وإن هو واحد منهم مش شغالة والملكة اتنين، مش لازم يجيلك نفس السؤال بالملي، وانت مش هتحفظه حفظ كده، لا انت فهمت ده اكيد هيجيلك حاجة زي كده. فأنا بعيد لك على أهم الأفكار، لا اندوزولمية واندوزولمية كده يسألك في حاجة منهم وهيجيب لك نقطة جديدة. فهمت قصدي؟ فاحنا احنا بنحب فكرة انك تبقى متقن وحافظ وفاهم المادة، لكن مش لدرجة انك تبقى بصمجي قوي كده يعني، فاهم؟ طيب 24. قالك زي التالية من الزهرة تحتفظ بها سمك القرع. والله القرع بيحتفظ بالتويج، انا دي اتوقع تيجي فعلا، يبقى سمك القرع تحتفظ بالتويج. طيب 25. اذا علمت ان الكيس الواحد يحتوي على 50 خلية جرثومية أمية، فإن الأنوية الذكرية الناتجة من القسامات الميوزية الخلايا الجرثومية الأمية في متج أحد الأزهار، وإحنا عندنا متج فيه 4، يبقى نضرب 4 في 50 هتبقى 200، المسؤول عن تكوين الزيجوت. وهو عايز الأنوية، إذا كنا هنضرب في 4 تاني هتبقى 800. وبس كده، لما بيتكون خلية في الآخر بيبقى فيها نواتين ذكريتين، هتضرب في 2 يبقى 800 في 2 هتبقى 1600. طب يا عم رقم 26. بالنسبة لعدد الصبغيات بأمشاج النحل العسل، واحدة واحدة. الملكة تنتج نوعا واحدة من البويضات، والذكور تنتج نوعا واحدة من الحيوانات المنوية. لا مش كده، الملكة تنتج، هي كده الملكة بتنتج نوعين، فخلينا نلغي جيم برضو غلط، يبقى انت معانا ب ومعانا د. الملكة تنتج نوعين من البويضات، والذكور تنتج نوعا واحد من الحيوانات المنوية. الرقم ده الملكة تنتج نوعين من البويضات، والذكور تنتج نوعين من الحيوانات المنوية، يبقى رقم ب. طب يا سيدي حبة الذرة ثمرة وليست بذرة، نتيجة ايه؟ والله حبة الذرة الحبة يعني نتيجة واحد التحام جدار نوبيا مع البويضة وتحت غلط، التحام أغلفة البويضة مع الغلاف الزهري والمحور الزهري غلط. رقم ج التحام أغلفة البويضة مع جدار نوبيا صح، تمام. 3 غلط أو ده الغلط. 28. يعمل إيه؟ حول تنفسي وإخراجي في جنين الإنسان. والله ما فيش غير الحبل السري هو اللي بياخد الأكسجين والغذاء وبتاع وبيخرج الفضلات، هو الحبل السري، هو بيعمل كده جهاز تنفسي وإخراجي للجنين. طيب 29. أحادية المجموعة الصوتية، يعني إيه من دول؟ 1 نون، الأنسريديا أول حاجة صح، 1 نون. بعد كده زي جسبور 2 نون، طول حركي 2 نون، اللقاحة برضو 2 نون برضو. طيب يا سيدي
افضل طريقة للتكاثر تحدث في ايه؟ افضل طريقة التكاثر هيبقى الجنسي احسن من اللا جنسي، ماشي. وبرضه لو قالك افضل طريقة للتكاثر اللا جنسي هتقول الجراثيم، التكاثر بالجراثيم. بس هو يقول لك افضل الطريقة للتكاثر عامة. ايه افضل طريقة للتكاثر؟ تعاقب الاجيال، اوعى تنساها دي، تعاقب الاجيال دي افضل طريقة للتكاثر. طيب تحدث في الفول في تعاقب اجيال؟ لا. المنصور في تعاقب اجيال؟ لا. الفوجير في تعاقب اجيال؟ ايوه. الذرة مفهوش. جنين عمره شهر، جنين عمره شهر، إيه اللي ممكن يحصل بقى؟ واحدة واحدة. يمكن سماع دقات قلبه؟ لا. ازاي؟ هو لسه ما اكتملش خالص، هو لسه ما بدأش في اي حاجة يعني. عمره شهر يا بني ادم، ده حتى مش مرحلة اولى، ده عمره شهر. نلاحظ نمو عظامه؟ لا ده لسه، ده في التاني، مش الشهر التاني، المرحلة التانية. نميز نوعه؟ لا. نميز نوعه دي بيبقى قالك من ال6 أسابيع و12 أسبوع، و6 أسابيع يعني كام؟ يعني شهر ونص، و12 أسبوع يعني حوالي 3 شهور، يعني برضه لا غلط. تكوين جهازه العصبي؟ أيوه فعلا، يبدأ في المرحلة الأولى تكوين جهازه العصبي. بيقول لك ثمرة القرع صومها تحت الخط زي ما قلنا. ثمرة القرع يبقى بها أوراق الكأس؟ لا والله التويج، لسه قايلينها فوق، التويج. خلينا نصغر الخط، ماشي. بعد كده رقم 2، قد يتكون التوأم السيامي من خروج بويضتين من المبيضين، مش مبيض واحد، في نفس الشهر، في نفس الشهر. يبقى ده مش التوأم السامي، ده التوأم الغير متماثل، هو المتأخي، الغير متماثل. طيب 4، يحدث إخصاب، لا ده اسمه رقم 3، في الإثمار العذري تتكون ثمار بها بذور؟ لا ده في الإثمار الإيه؟ الطبيعي عادي. طيب يحدث إخصاب لبويض الإنسان في المبيض؟ لا. السؤال ده مهم جدا. في الثلث الأول من قناة فالوب، الثلث الأول من قناة فالوب. رقم 5، كل طليعة منوية تنتج 4 حيوانات منوية غلط. حيوان منوي واحد. غدة البروستاتا تفرز هرمون تستوستيرون؟ لا ما حصلش. الخلايا البينية. رقم 7، الجسم القطبي الثاني يتحل خلال مرحلة النمو؟ غلط، خلينا نقول الإخصاب. رقم 8، بعد البلوغ ينضج من كل مبيض حوالي، احنا قلنا ان المبيضين بينتجوا حوالي 400 بويضة في خلال 30 سنة، لان كل سنة بينتجوا حوالي 13 بويضة من المبيضين، فنقول ان المبيض الواحد بينتج حوالي 200. تخصب البويضة في الثلث الأول من قناة فالوب؟ تخصب البويضة في الثلث الأول من قناة فالوب؟ الإجابة دي صح، الإجابة دي صح، مفيهاش أي حاجة. هناك خطأ لا أدري ما هو. ماشي. رقم 10، يبطن الرحم بأهداب تعمل على توجيه البويضة؟ غلط، لا غلط. قناة فالوب، يبطن قناة فالوب. ركز في موضوع المبيض والرحم وقناة فالوب ده اللي هو الإخصاب وكده يعني. رقم 11، تستمر فترة الخصوبة والإنجاب لفتاة بلغت منذ عامين لمدة 45 سنة. والله احنا قلنا فترة الإنجاب والخصوبة حوالي 30 سنة، ده اللي ذكر في الكتاب، 30 سنة. طيب هو قال لك بلغت منذ عامين، يعني نقص 2، يبقى عندك 28 سنة. طيب اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، قدرة البويضة على تكوين فرد جديد بدون إخصاب من المشيج الذكري. والله ده حاجة اسمها التوالد البكري، تمام. طيب رقم 2، أفضل صور، رقم 2 هنا،
افضل صور التكاثر اللا جنسي، احنا قلنا افضل صور التكاثر عامة تعرف الاجيال لكن هو قال لك هنا اللا جنسي بتقول التكاثر بالجراثيم اللي هو التجرثم يعني. انتقال، فرق بين انتقال واندماج. انتقال يبقى تلقيح، اندماج يبقى تخصيب. انتقال الامشاج المذكرة الى الامشاج المؤنثة، قلنا لك انتقال يعني تلقيح. 4 مبيض ناضج تصلبت أغلفته البيضية، ركز فيها دي. مبيض ناضج مش بويضة، مبيض ناضج تصلبت أغلفته البيضية. بيتكلم هنا عن البذرة، ركز في المصطلح ده، البذرة والحبة والقصرة. بذرة، حبة، قصرة، ركز لي عليهم بالله عليك، ركز لي عليهم بالله عليك وعيهم تاني. طيب رقم 5 تلقيح بويضات الزهرة بحبوب لقاحها، ده تلقيح ذاتي. رقم 6 كيس يوجد به الخصيتين خارج الجسم، ده كيس الصفن. هرمون محفز الجسم الأصفر لإفراز هرمون البروجسترون، ده ال LH يا سيدي. رقم 8 خلايا في الخصية تغذي الأمشاج سيرتولي. اوعى تقول لي خلايا بينية، سيرتولي اللي في القمع، بالله عليك بالله عليك. خلايا في الخصية تغذي الأمشاج، اوعى تقول لي البروستاتا، لا بقول لك خلايا سيرتولي. طيب وسيلة منع عمل لا تمنع الإخصاب، ده اللولب، يحدث إخصاب عادي. اللولب. توأمان مختلفان في لون الشعر والوزن والنوع، نفس الكلام اللي هو الغير متماثل. الغير متماثل، توأم غير متماثل اللي هو المتآخر. اللي بعد علل لما يأتي. علل لما يأتي. رقم 1 وصول المرأة لسن اليأس، والله تقول له بسبب توقف نشاط المبيضين. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ قناة فالوب تحتوي على أهداف، ليه؟ والله لتوجيه البويضة المخصبة إلى الرحم لحد ما ايه؟ ما تروح تنقسم انقسامات ميتوزية فتبقى توتية مخصبة إلى الرحم. طيب رقم 3 لحظة معاك الإضاءة. رقم 3 الأمشاج المذكرة للسرخسيات تحتوي على أهداب، ليه يا سيدي؟ والله لك حتى تستطيع السباحة في الماء، ليه؟ لتصل من الأنسريديا إلى الأرشيدونيا. تمام، يبقى الأمشاج المذكرة عندها أهداب، ليه؟ عشان تعرف تسبح في المية لتصل من الأنسريديا إلى الإيه؟ الأرشيدونيا. طيب رقم 4 يصل طول الحبل السري حوالي 70 سنتيمتر، والله للسماح بحرية حركة أكبر للجنين، للسماح بحرية حركة أكبر للجنين. لاحظ عظام القابورة، إيه دي؟ قصده القابورة يعني، هو ربط لك يعني عند فحص الجنين عمره 5 شهور، قصدك هو قصده يقول لك معنى الكلام هل يعني إيه؟ هل عظام العظام بتتكون في خلال 5 شهور؟ طب ليه بقى؟ فأنت هو بيسألك، هو ملاحظ عظام القابورة عند فحص الجنين عمره 5 شهور ليه؟ لأن العظام تتكون في الشهر الرابع اللي هي المرحلة الثانية، العظام تتكون في الشهر الرابع اللي هي المرحلة الثانية. يعتبر الرجل عقيم إذا كون 20 مليون حيوان منوي في كل مرة تزوج. ليه؟ والله هتقول له 1 لأنه يفقد الكثير منها، أثناء رحلته إلى المشيج المؤنث. مش بس كده، ولأن المشيج المؤنث محاط بغلاف، اسمه الهيالورونيك، الذي يحتاج إلى عدد كبير من الحيوانات المنوية التي تحتوي في اللي هو الرأس القمي على إنزيم اسمه إيه؟ الهيالورونيز، اللي بيعمل إيه؟ الذي يعمل على إذابة جزء من غلاف البويضة. يبقى أنت عرفت الراجل يعتبر عقيم ليه؟ السؤال ده مهم أوي.
وأقوله تاني، يبقى يعتبر الرجل عقيم إذا كان 20 مليون حيوان منوي في كل من تزوج. ليه؟ والله لأنه يفقد الكثير منها أثناء رحلته إلى المشيج الأنثى والمشيج المؤنث، بس كده. ولأن المشيج المؤنث محاط بغلاف الهيالورونيك الذي يحتاج إلى عدد كبير جدا من الحيوانات المنوية التي تعمل على إذابة الجزء الذي تحتوي على انزيم الهيالورونيز، فتعمل على إذابة جزء من غلاف البويض. طيب، خامسا، أسئلة متنوعة يا باشا، احنا تحت أمر، بس كده. اذكر مثالا واحدا لكل مما يأتي. هو يصلح محيطه بالمشيج المؤنث في الإنسان. هو غالبا أصله يحيط، هي غريبة شوية، ده خطأ وردي يعني، والله ما آسف، بس أنا فاكر إن قصدي يحيط. المشيج المؤنث في الإنسان هو قصده على غلاف الهيالورونيك، ده الغلاف اللي بيحيط بالمشيج المؤنث في الإنسان بويضه. طيب، رقم 2، خلايا جنسية تتواجد في قناة فالوب الفتاة بعد البلوغ البويض عادي. طيب، نسيج غدي يتكون داخل رحم الأنثى خلال فترة الحمل. والله عندك جسم أصفر، عندك مشيمة، وبطانة الرحم كمان تعتبر غدي، فجسم أصفر وإيه؟ مشيمة. اذكر وظيفة كل من الرحم. الرحم هو إيواء الجنين، الخلايا البينية. والله الخلايا البينية تعمل على إفراز هرمون التستوستيرون والأندروستيرون، اللي هم الخلايا الذكرية الجنسية، بتعمل على أي ظهور الصفات الذكرية الثانوية في الذكر أو في الإنسان. السلة، والله السلة ده يحيط بإيه؟ والله السلة يحيط بغشاء الرهل، غشاء الرهل. حصل مش بس كده، في خملات تتداخل مع بطانة الرحم لتكوين ايه؟ المشيمة. يبقى السلة، يبقى لو اقول لك ايه اللي بيخش في المشيمة، السلة ولا الرهل، يبقى انت فاكر ان السلة هو اللي بيدخل يتداخل مع بطانة الرحم لتكوين خملات اصبعية. ماشي، خملات اصبعية تتدخل مع بطانة الرحم لتكوين المشيمة. الجسم الاصفر وظيفته ايه؟ والله تقول له افراز هرمون الايه؟ البروجسترون، بتقول له وظائف البروجسترون. طيب، رقم 5 بيقول لك التويج. والله التويج بيعمل على جذب الحشرات لنقل حبوب اللقاح. مش بس كده، التويج بيعمل على ايه؟ حماية الزهر برضه. طيب، البربخ والله نضج وتخزين الحيوانات المنوية، أكتر ولا أقل. الحوصلتان المنويتان تفرز سائل قلوي يحتوي على سكر الفركتوز الذي يعمل على تغذية الحيوانات المنوية خارج الجسم. بعد كده يستخرج الكلمة الشاذة مع ذكر السبب: الأرشوجونيا، الأنسيديا، السبوروزيدات، الزيكوسبور. طبعا مش زيكوسبور. ليه هي سيدي زيكوسبور؟ لأنه بيقول لك مع ذكر السبب، لأن الزيكوسبور 1 نون بينما الباقي كله 2 نون. طيب، بعد كده بيقول لك ميروزيدات، الأطفال المشيجية، سبوروزيدات، كيس البيض. والله هنقول له كيس البيض. طب ليه يا عم كيس البيض؟ لأن الميروزيدات والأطفال المشيجية والسبوروزيدات موجودين في الإنسان، أما كيس البيض موجود في البعوض. الاقتران، التبرع من إنتاجات التولد البكري. الاقتران طبعا لأن ده تكاثر، نوع من أنواع التكاثر الجنسي، أما الباقي تكاثر لا جنسي. رقم 4، البروستاتا كوبر، حويصلة جراف. الحويصلة المنوية طبعا حويصلة جراف لأنها موجودة في الجهاز التناسلي أو الجهاز التناسلي أو في البويضة في الإنسان، أما الباقي موجود في الخصية، أو مش الخصية، لا مينفعش نقول خصية. البروستاتا كوبر والحويصلة المنوية لا.
ماشي، بنقول في جهاز تناسلي في الإنسان، والباقي ده مش موجود في الجهاز اللي هو الذكري، التناسل الذكري. طيب رقم 5، أمهات المني والخلايا المنوية الثانوية والخلايا الجرثومية الأمية والحيوان المنوي، كل دول بيحصل لهم انقسام ما عدا الحيوان المنوي لا يحدث له انقسام. اوكي، يبقى هنا بيحصل انقسامات، هنا ما بيحصلش انقسامات، سواء ميوزة او ميتوزة. اللي بعده اخيرا 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 الرسم. عندنا 3 رسومات مهمة قوي، واحدة واحدة يا سيدي. اول رسم معانا دلوقتي شكل الطور المشيجي، هو بص ماشي، ده النبات المشيجي او الطور المشيجي يعني. وهنا عندك حاجة اسمها أشباه الجذور، وهنا عندك هنا أنسيديا أمفيديا، وهنا أرشيجونيا. ماشي ماشي، وهنا الطور المشيجي. نمسح الكلام ده عشان نكمل بقى الرسمات، أو تشوفها تاني عيدة تانية. طيب بعد كده عايز ايه تاني؟ رقم 1 تمام. رقم 2، عايز شكل يوضح تركيب الحيوان المنوي يا باشا. عنين بص يا سيدي، والله عندك دي كلها اسمها الرأس، ماشي. وده عندك اسمه جسم قمي، دي اسمها نواة. وهنا عندك اسمه عنق، وهنا عندك نقطتين كده اللي بيساعدوا على انقسامات النواة، اسمهم سنتريولان. وهنا عندك حاجة الإنزيم اللي بيعمل على ترتيب جزء من غلاف البويضة الهيرونيك، اسمه إنزيم الهيرونيز، إنزيم الهيرونيز، ده الإنزيم. وهنا عندك القطعة الوسطى، جوه هنا عندك جوه خالص ميتوكوندريا، هنا عندك الذيل، وهنا عندك محور الذيل. في الآخر خالص قطعة ذيلية، قطعة ايه ذيلية، ده بالنسبة للحيوان المنوي. طيب يا سيدي اللي بعد كان عايز ايه؟ مبيض في الأنثى. ماشي، والله المبيض بالشكل ده كده. أول حاجة صدرها بتبقى صغيرة خالص كده، بعد كده تكبر شوية ويبقى فيها البيضة صغنونة خالص، بعد كده تكبر أكتر شوية ويبقى فيها بالشكل ده كده، بعد كده تكبر أكتر ويبقى فيها البيضة نضجت، بعد كده تتفجر خالص، فتتحرر الايه البويضة. مش بعد كده تتكون هنا بقى من اللي حصل ده جسم أصفر، يبدأ ينكمش لحد ما يروح خالص. بس يا سيدي يبقى تقول ايه، برضه بعملها بشكل 3D كده عشان تبان يعني ايه. بس يبقى ده قطاع قاف
عين تعرضي في أنثى المبيض، وده المبيض يعني، وده عندك جسم أصفر، والصغيرة دي بويضة. هغير اللون بسرعة عشان، ودي فويصلة جراف أو جراف زي ما بتسميها. لا بس معندناش أي حاجة تاني، جسم أصفر فص جراف بويضة، بس معندناش أي حاجة تاني. بس كما كلامنا وربنا نحمده له مكارم في الإله والجود وعليه محمد صلواته ما غرد الحمرين وأورق قول اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا لا إله إلا الله. طب يا سيدي بس الحمد لله، بإذن الله ربنا يوفقك، وبإذن الله ربنا يوفقنا وتيجي حاجات من اللي احنا قلناها والأفكار اللي احنا قلناها بإذن الله بإذن الله نكمل إن شاء الله في البيولوجيا، نشوف هنعمل فيها إيه بإذن الله، من باب اللي محتاجة برضه فهم وحفظ دقيق، لأن مسائلها كتير أوي. هنشوف بإذن الله، نفكر كده ونشوف هنعمل فيها إيه بإذن الله. بس يا سيدي كده، السلام عليكم.